من الجوائز كمان اللي استحدثت معانا جائزة الموهبة. بتكلم على أحد المواهب اللي شرفتنا بشكل كبير جدا من خلال مسيرة احترافية، ولأن أنا ما لقيتش الكارت فمن الذاكرة كده هتكلم على واحد من الأساطير اللي أنا في بداية حتى تشجيع كرة القدم كنت مستغرب عن أول لاعب عربي وإفريقي بيخوض تجربة احتراف في الدوري الإيطالي اللي كان وقتها أقوى دوري في الخمس دوريات الكبرى. لما بنتكلم على الدوري الإنجليزي والدوري الهولندي والدوري الفرنسي والدوري الألماني، الدوري الإيطالي وقتها كان بيستقطب كل النجوم، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، لا آسف طبعا رونالدو ديليما اللاعب البرازيلي أو الأسطورة، وقتها خاض تجربة احترافية في نادي أودينيزي الإيطالي. نتكلم على واحد من المواهب، طبعا أكيد طبعا من خلال مقدمتي عرفتوا مين هو اللي هيحصل على جائزة الموهبة. الكورة في مصر كويسة، نتحسن وعندنا هنتحسن إن شاء الله. في أكيد عيوب لكن عندنا مواهب دايما. مصر عمرها ما بتنضب من المواهب، فإن شاء الله اللي جاي أحسن. كان منتخب أو زمالك أو أهلي، إن شاء الله الأهلي السوبر كمان إن شاء الله يتوج باللقب، وإحنا في منتخب مصر نكسب ونحقق بطولات، نطلع كأس عالم، الزمالك يرجع، كل الأندية عندنا في مصر وعندنا رياضة وعندنا مواهب، ودي المهم جدا. إن شاء الله نعرف نطلعها بشكل كويس. مبسوط ان انا معاكم دايما، وبشكرك يا ماجد على دايما يعني بتوديني في حتت حلوه. ميرسي جدا. لا ثواني يا كابتن. اسمعك عشان ماشي. عندك 11 لعيب كتير. شكرا.